أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فتح أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فهدى الله به البشرية وأنار القلوب الإنسانية، هدى البشرية من الضلالة إلى الهداية، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله، فإن التقوى خير زاد يقدم به العبد على مولاه، وخير ما قدم المرء وأخره لنفسه، وخير ما أعلن، وخير ما أسر به. يقول رب العزة جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطش وفتك، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا أقل من القليل، وعاشقها أذل من الذليل. أحلام نائم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. زيادة المرء في دنياه النقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا خادم الجسم، يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس، أقبل على النفس، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. ويا حريصا على الدنيا يجمعها، بالله هل لخراب العمر عمران. ويا حريصا على الأموال يجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. اشدد يديك بحبل الله معتصما،
فإنه الركن إن خانتك أركانه. لا تغترر بشباب خضر نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أيها المؤمنون بالله ورسوله، نحن في أشهر الحج التي جعلها الله تعالى ميقاتا للإحرام به والتلبس بنسكه، فالحج فريضة هائلة ينفق فيه المال ويتعب فيه البدن ويهجر من أجله الأولاد والأهل والبلاد. لماذا يا عبد الله؟ لماذا يترك من أجل فريضة الحج الأهل والبلاد والأولاد؟ إجابة لداعي الله واستجابة لندائه على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. أيها المؤمنون بالله ورسوله، قد وردت في فضائل الحج آيات وأحاديث وأخبار كثيرة، فمنها قول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومنها ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروى الإمام البزار في مسنده بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: الحجاج والعمار وفد الله تعالى دعاهم فأجابهم، وسألوه فأعطاهم. أي تفكر يا عبد الله، واستفد من هذه الفرصة السارحة الذهبية التي امتن الله سبحانه وتعالى على أهله، على أمة سيدنا محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه. ويروي الإمام الطبراني أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من خرج لحج أو عمرة فمات وهو راض عنه ربه، فقيل له: ادخل الجنة ولم يحاسب. ويروي الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: أيها الناس حجوا، فإن الله قد فرض عليكم الحج. فسأله سائل من جلسائه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ينبغي لمن وجبت عليه فريضة الحج أن لا يؤخر ولا يسوف، بل يبادر إلى أداء فريضة الحج والعمرة، لما يرويه الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من أراد الحج فليعجل. فترى كثيرا من الأغنياء والتجار وأهل الثروة يؤخرون ويسوفون فريضة بيت الله الحرام، يسوفون ويؤخرون فريضة الله حتى تعاجلهم المنية. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع
أن من وجب عليه الحج فلم يؤد فريضة الله مات وهو عاص ساخط عليه ربه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ينبغي لمن أراد بيت الله الحرام أن يتعلم أركان الحج وشروطه وواجباته وسننه ومكروهاته، فإن عبادة بغير علم كالرغم على الماء لا يحصل منها شيء. فترى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يذهبون إلى بيت الله الحرام فيرجعون إلى بلادهم بدون جدوى وبدون ثواب وبدون أجر. لماذا يا عبد الله؟ لأنهم لا يتعلمون ولا يستفيدون من حلقات العلم، بل لا يستمعون شريطة نافعة مسجلة في فريضة الله وأداء هذه الفريضة الهائلة. فلنتعرض أيها المؤمنون بالله ورسوله إلى بعض من أركان الحج وواجباته وسننه ومكروهاته. فأركان الحج 6: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق وترتيب معظم الأركان. وواجبات الحج 5: الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وترك جميع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الحجاج والمعتمرين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ينبغي لكل حاج ومعتمر وزائر لبيت الله الحرام أن يراعي آداب الحج وآداب العمرة وآداب الزيارة، فإننا نرى كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يحترمون بيت الله الحرام ولا يقدسون تلك البقاع المقدسة النبيلة الشريفة. فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإيضاح أن امرأة كانت تحج بيت الله الحرام، فلما قربت من البيت الحرام أنشأت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما قربت من البيت الحرام ألصقت جبينها على الكعبة فما رفعت إلا ميتة. وذكر أئمة التاريخ والسير أيضا أن أبا بكر الشبلي لما رأى بيت الله الحرام غشي عليه. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا يستحضرون الخشوع
والتذلل وحضور القلب عندما يحجون بيت الله الحرام. عندما يحجون بيت الحرام كانوا يتهللون، كانوا يخشعون، كانوا يتضرعون. لكننا نرى كثيرا من الحجاج والمعتمرين لما ذهبوا إلى بيت الله الحرام بعضهم يدخن في حرم بيت الله تعالى، وبعضهم يحكي ويدخل في الأمور السياسية والأمور القبلية والعصبية البغيضة، فكأنه لم يأتي في تلك البقاع المقدسة والبقاع الشريفة النبيلة، فكأنه قاعد في الصومال أو قاعد في مقدشو أو قاعد في بيته، فكأنه لم يرى بيت الله الحرام. فاتقوا الله أيها الحجاج، واتقوا الله أيها المعتمرون، واتقوا الله أيها الزائرون، وراعوا آداب بيت الله الحرام، راعوا آداب بيت الله الحرام. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يؤدى النسك على 3 أوجه: الإفراد والتمتع والقران، فأفضلها الإفراد، لأن رواة الإفراد أخص برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمنهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقرب عائشة ومكانتها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه معروفة. ومنهم من رواة الإفراد جابر بن عبد الله الأنصاري، ذاك الصحابي الجليل الذي كان يلزم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه من بداية سفره من المدينة المنورة إلى أداء فريضة الله تعالى. ومنهم عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يقول: كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يمسني لعابها. أيها المؤمنون بالله ورسوله، هناك أخطاء كثيرة يرتكبها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام، فأريد أن أنبه عليها. من تلك الأخطاء أن بعض الحجاج لا ينوون الإفراد ولا ينوون التمتع ولا ينوون القران، بل يمشي ويلهث وراء الحجاج والمعتمرين والزائرين، لا يلوون شيئا. لما أرادوا أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام يقول لك واحدهم: أيها الحاج، ماذا نفعل في هذه البقاع الشريفة؟ لم ينوي شيئا من الإفراد والتمتع والقران، وقد قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن تلك الأخطاء الفادحة التي يرتكبها بعض الحجاج أنهم يرتكبون محرمات الإحرام من ستر الرأس في حق الرجل، ولبس الثوب المخيط، والتضيق والتدهن، وقلم الأظافير. وبعدما يفعلون تلك المحرمات يرجعون إلى بلادهم لم يؤدوا شيئا من الفدية. ومن تلك الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أنهم لا يحترمون تلك البقاع، أنهم لا يحترمون بيت الله الحرام، فترى بعضهم يطوفون حول بيت الله الحرام بدون وضوء وبدون طهارة. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا ولم يستفيدوا من العلم النافع في حلقات المساجد. أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا عافيته، ولا مريدا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا رجعته إلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وغرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مستجيب الدعوات، أصلح أمورنا وأمور المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على ملة المصطفى، اللهم أحينا على ملة المصطفى، وأمتنا على سنة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يا رب العزة والجلال، يا رب العزة والجلال، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النيران، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سامحنا في مقامنا هذا، سامحنا في هذه الساعة الشريفة، ارجعنا ردنا إلى أهالينا سالمين غانمين مستبشرين آمنين. اللهم اجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وألق المودة والألفة والمحبة فيما بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في اليمن، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في ليبيا. اللهم انصر جميع المسلمين والمسلمات المستضعفين في أنحاء العالم كله يا رب العالمين. اللهم أقم في الصومال دولة عادلة، اللهم أقم في الصومال دولة عادلة تحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد بنا واهد بنا. اللهم انظر إلى الصومال بعين الرحمة والإجابة والقبول، اللهم انظر إلى الصومال بعين الرحمة والإجابة والقبول. اكشف كروبنا يا رب العالمين، أصلح أحوالنا يا رب العالمين، ارفع عنا الكربة والمحن والمعارك والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.